ازيك عاملة ايه؟ ابنك دايما بيصرخ علشان ياخد اللي هو عايزه ودايما بيقول لأ. وما بتقولي وتزعقي على الموضوع ده بتحسي انك وحش. لو الكلام ده بيحصل معاكي يبقى الفيديو ده ليكي. بصي، هو الموضوع مش سهل بس انا هقولك شوية خطوات، صدقيني لو مشيتي عليها هتفرق معاكي كتير. اول جزء في الحلقة ان هو العناد مش عدوان. يعني العناد ده سلوك طبيعي جدا، وخاصة في الأطفال في مرحلة من بين السنة ل4 سنين. الطفل في المرحلة دي بيبقى بيكتشف نفسه، بيجرب يقول لأ، بيشوف رد فعلك. يعني لو طفلك بيقول لأ كتير، ده مش معناه إن هو طفل سيء السلوك، بالعكس، ده معناه إن هو كده طفل بيتطور. مثال بقى للكلام ده، مثال عملي. أنا ابني من ساعة ما تم السنتين وهو ما بقاش عايز يلبس أي هدوم خالص، وما يجي مثلا أغير له يبقى مش بيقعد يجري مني ورافض تماما إن هو يلبس حاجة تاني. في الأول كنت بتضايق جدا وبتعصب، بس لما بدأت أفهم الموضوع بدأت أديله اختيارات، والموضوع ده فرق معايا جدا. يعني مش هقوله لأ ويلا بسرعة ويلا نلبس دلوقتي وهو ده، طب أديله بقى فرايتيز كتير، طب ده ولا ده. فمن ساعتها وهو بدأ فعلا نيجي بقى للجزء التاني، وهي خطوات التحكم مع العناد ده. يعني أول حاجة اديله خيارات، ما تجبرهوش على حاجة. يعني بدل ما تقوليله يلا بسرعة البس، قوليله تحب تلبس البنطلون الأسود ولا الجينز. الخيارات البسيطة دي بتحسس الطفل إن هو مسيطر، وده بيقلل العناد جدا. رقم 2، قبل أي رد فعل خدي نفس كده وعدي لحد 5 لو حاسة إنك خلاص هتنفجري، لأن طريقة رد فعلك هي اللي هتبني عليها شخصية الطفل في ردود أفعاله بعد كده. رقم 3، كرري نفس الجملة بصوت هادي. يعني مثلا لو هو قاعد بيتفرج على التلفزيون ومش عايز يتحرك، قوليله بنفس النبرة كده: أنا عارفة إن أنت مستمتع بس وقت التلفزيون خلص، هنروح نتغدى ونرجع تاني. مرضوش تاني: أنا عارفة إنك مستمتع وإنت قاعد بتتفرج، هنروح نتغدى ونرجع تاني، بنفس النبرة وما تغيريش صوتك فيه. 4، امدحي أول خطوة صحيحة ليه. يعني مثلا لو هو عمال يقولك لأ 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 ووافق، افضلي قولي أنا فرحانة إنك خدت القرار الصح، حتى لو خده بعدها بنص ساعة. رقم 5 بقى، حددي روتين واضح. الطفل بيرتاح لما بيعرف ايه اللي جاي. يعني مثلا احنا هناكل وبعدين نلبس وبعدين هنخرج وبعدين هنرجع ننام كده. الطفل بيرتاح لما بيعرف ايه اللي جاي وايه اللي هيحصل. الجزء الثالث بقى من الحلقة هتكلم فيها عن أفخاخ لازم تبعدي عنها. رقم 1 هي الصراخ أو التهديد: لو ما عملتش كذا هتشوف مني. ده بيعلم الطفل إنه يخاف، بس مش بيعلمه الصح والغلط. رقم 2 وهي المقارنة: بص صاحبك شاطر ازاي، شفت صاحبك بيسمع الكلام ازاي. ده بيخلي الطفل يحس إن هو مش كفاية، وده بيزود العناد أكتر. رقم 3، إنك تهددي بعقابات مش حقيقية. يعني مثلا تقولي لو ما عملتش كذا أنا مش هكلمك تاني. هو الطفل عارف إنك مش تعملي كده، فبيفقد الثقة في كلامك. هقولك على أدوات ممكن تستعمليها يوميا وهتساعدك جدا. أول حاجة، جدول مصور للروتين اليومي، فيه صور بقى أكل ونوم وترويق وتوضيب ولعب، كل حاجة. رقم 2، اعملي برطمان للمكافآت. الطفل يبقى عارف ان هو لو كان كويس طول اليوم هياخد مثلا ستار او whatever، يعني كاندي، اي حاجة. 3، ممكن مثلا تستعملي قصة عن طفل مثلا كان مشاغب وبعدين بدأ ان هو يسمع الكلام وكده. اكتبيلي في التعليقات وانا ممكن اقولك قصص او كتب ممتازة عن الموضوع ده. بس كده، لو وصلتي معايا للجزء ده فانتي بتحاول، وده في حد ذاته بطولة. كل طفل مختلف، لكن كل تقدر توصل لقلب طفلها لو فهمته. لو عايزة أشاركك خطوات أكتر أو عندك مشكلة خاصة اكتبيلي في التعليقات.
وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من أنامل صغيرة، علشان نساعد بعض في رحلة الأمومة.